عايزة اقول لكم ان الايس كريم العسل اللي قدامكم ده عاملاه من شوية عصير موز كانوا هيترموا. بجد تحفة فوق ما تتخيلوا. عملت لعيالي عصير وراحوا ناموا. طبعا مش هيستنى لحد الصبح، عصير الموز هيكون اسود. فقلت لهم ازاي بقى، انا مش هرميه طبعا، رحت عملت منه الايس كريم الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وعايزه اقول لكم كمان ان هو صحي وجميل جدا ومناسب، كمان هيديهم طاقه ومناسب جدا لايام الامتحانات اللي احنا فيها دي. طبعا ده عصير الموز اللي انا عملته وهم ناموا. جبته زي ما هو، رجعته زي ما كان في الخلاط، وكان عندي قشطه اللي هي وش اللبن في التلاجة زي ما انتوا شايفين اهي. كنت سبتها 5 دقايق كده بره التلاجة، يعني بره الفريزر، كانت تقريبا التجميد بتاعها 70%، مش متجمدة اوي. خدت منها معلقتين بالظبط ورحت ضفتهم على عصير الموز بتاعنا. تمام، ادي معلقة ومعلقة، وهنحط معلقة كمان زي ما قلت لكم التجميد بتاعها 70%، مش متجمدة اوي، عشان نعرف حتى نكسرها كده او نقطعها بالمعلقة. وبعدين كان عندي حتة عجوة كده في التلاجة. تمام، هي مش عجوة اللي هي الجاهزة، لا ده هو كان بلح رطب، وانا هرساه في مية كده وعاملاها على النار، مخليها عجوة، وكانت في الفريزر، بس هي في الفريزر مش بتجمد قوي، بتبقى برضو، كانت برضو التجميد بتاعها زي القشطة كده، يعني التجميد بتاعها برضو كان 70% كده. تمام، وخلاص كده هنضرب الكلام ده كله مع بعضه كويس قوي. وانا طبعا عشان ما يرجعش لما يتعمل ايس كريم يغمق قوي عشان الموز، فعصرت نص عصرة ليمونة كده، يعني نص الليمونة عصرتها كده بعد ما كنت خلطت الكلام ده كله مع بعض شوية، فرحت وقفت وعصرت عصرة ليمونة زي ما انتوا شايفين كده. كده كده اصلا العجوة هتخلي اللون بتاعه كده يبقى مصفر شوية، مش عشان الموز يغمق ولا حاجة. طبعا هو مناسب جدا يعني، ومش بس عشان الحر، عشان ايام الامتحانات كده ولادنا عايزين طاقة. وزي ما انتوا شايفين جهز معانا. هنقفله كويس قوي عشان ما يكرفش مننا في الفريزر، وهنسيبه من 4 ل6 ساعات لما يتجمد معانا. طبعا انت ممكن على الوش عايزة تحطي بقى اي كيك شوكولاتة عندك، مثلا عاملة كيك في البيت كده وعندك قطعة تفرقيها كده فوقيها. ده كان عندي بسكوت كده، فرمته وحطيت عليه شوية كاكاو وما نعمتوش قوي، يعني سايباه خشن. وزي ما انتوا شايفين حطيته على الوش. في علبة هحط عليها بس، والعلبة التانية من على الوش بس، والعلبة التانية هديله تقليبة كده علشان يدخل جوه الايس كريم. اي حاجة عندك، كيك، بسكوت، اي حاجة هتحطيها على الوش، ممكن كمان ما تحطيش حاجة. وهنقفل العلب بتاعتنا وهنشيله في الفريزر المدة اللي قلنا عليها. وده الايس كريم بتاعنا يا جماعة بعد ما جه زي ما انتوا شايفين، بجد لونه تحفة. وعايزه اقول لكم ان دي كانت قطعه شوكولاته عندي، حطيتها في كيس بلاستيك اللي هو بتاع كيس التلاجة، على معلقه زيت في كوبايه ميه سخنه، وعملتها كده على الوش زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان هي نشفت كده وكانت بتتكسر، لما بنيجي ناكل بجد كانت حلوه قوي، كان اول مره اعملها. وطعمه تحفه ولونه تحفه، التصوير ظلمه بجد. بجد طعمه رهيب، اتمنى